لك كان في خناقه النهارده في النادي الاهلي بين مارسيل كولر ومحلل الاداء بتاعه. هقول لك مارسيل كولر طلب من محلل الاداء يجيب له اخر 3 مباريات لنادي الزمالك. حلو. طبعا اخر 3 مباريات، مباراه طلائع الجيش بتاعت الكاس اللي خسر منها، والماتشين اللي كانوا بيلعبوا قدام البوليس الكيني في كينيا وهنا. طبعا مارسيل كولر اول ما فتح الفيديوهات عدى اول ماتش اللي هو بتاع طلائع الجيش، بعد كده لقى فريق تاني اللي بيلعب، قال له انا قايل لك هات لي ماتش الزمالك، انت بتهزر، انت ايه اللي مخليك تجيب لي ماتش فريق غزل المحله؟ طبعا بقى عمال ما قعدوا يقنعوه واللاعيبه تدخلت والاداره تدخلت. يا عم اقسم بالله ده نادي الزمالك، والله ده نادي الزمالك. ما اقتنعش غير لما شاف زيزو وشيكابالا. قال لا، امال هم لابسين تيشيرت غزل المحله؟ قال له معلش ما كانش لسه لاقيين يجيبوا تيشيرتات، او ما كان عندهم مشكله في التيشيرتات يعني. طبعا عزيزي كل اللي انا بقوله لك ده هزار يعني، لا تعالى بقى احكي لك القصه بجد يعني. مارسيل كولر طلب من محلل الاداء ان هو يجيب له اخر 3 ماتشات لنادي الزمالك. طبعا اخر 3 ماتشات لنادي الزمالك اداء الزمالك كان يعني زي ما كلنا عارفين وزي ما كلنا شايفين، بدون الدخول في مواضيع يعني. بس اللي انا متاكد منه ان مارسيل كولر اللعيبه الجديده اللي جت دخلت نادي الزمالك هو متفرج عليها. جدي كولر ما يخفاش عليه حاجه زي كده، تحركات اللعيبه وتمركزات اللعيبه، عارف ان هيبقى في تغير في مركز او 2. هيركز كولر على الخطوط الدفاعيه عندهم، هيشوف الثغرات اللي عندهم في الدفاع. الهجوم مش لاك لو بدأ هيبقى موضوع يعني صعب شويه على دفاع النادي الاهلي ان هو يلعب دفاع متقدم، لان مش لاك لاعب سريع، وزيزو الناحيه الثانيه لاعب سريع. بص مش هيبقى في اختراقات من العمق، كل اختراقاتهم هتبقى من على الخطوط. يعني مش لاك هيبقى من على اليمين مثلا، زيزو من على الشمال، ممكن سيف الدين الجزيري او عمر فرج هو اللي يكون اساسي في الماتش دوت. تمام. فانا احب اقول لك لو سيف الدين الجزيري تقلق، لكن لو عمر فرج بيلعب اكتر بره منطقه ال 18 شويه، ما بيلعبش جوه ال 18 زي وسام ابو علي. ولو حد تابع المنتخب الفلسطيني يعني هيعرف ان عمر فرج ما بيجيش مش بيأدي قوي جوه منطقه ال 18. فايه اللي هيحصل الماتش ده؟ اقسم بالله يعني اقوى عبقري في كره القدم هيقول لك احنا ما نعرفش ماتش الاهلي والزمالك ده هيمشي ازاي، كاداء، كفكر، كخطه، كتمركز لعيبه، كالكلام ده. كل الكلام ده يعني احتمال 50-50 برضو يتغير يوم الماتش ده. يعني كل اللي انت شفته من الاهلي حاجه، وكل اللي انت شفته من الزمالك حاجه، ويوم الماتش ده هيبقى فيه يعني تعديل كبير في مراكز اللعيبه او بعض اللعيبه. فبالتوفيق للاهلي.